إن الذي يملك الروح والرزق هو الله. يا أبناءنا الطلبة، لي وصية إليكم قبل أن أفارق هذا المكان. لقد بقي على الامتحانات شهران، وأنا أدعوكم من الآن لمضاعفة الإنتاج في تحصيل العلم. إن العلم هو الذي سينتصر في الصراع العالمي. تأتيني أسئلة كثيرة من الطلبة يقولون فيها إننا نسهر في المذاكرة فلا نستطيع أن نصلي الفجر في وقت. والجواب على هذا السؤال: اجعلوا جدول العلوم خاضعا لجدول الصلاة، ولا تجعلوا جدول الصلاة خاضعا لجدول العلوم. يعني يكفيك ان تذاكر 3 ساعات بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تنام مبكرا لتستيقظ قبل الفجر. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ناموا مبكرين واحرصوا على صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ذاكروا بعد الصلاة، فإن هذه الساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فاطمة نائمة بعد صلاة الفجر قال لها: يا فاطمة قومي، هذه الساعة التي يوسع أرزاق الله فيها على العباد. ساعة ما بعد الفجر ساعة مباركة يوزع الله فيها الأرزاق على العباد، وليس الرزق قاصرا على الدرهم والدينار، إنما الصحة رزق، وراحة البال رزق، والفهم رزق، والذكاء رزق، والعلم رزق. احرصوا على صلاة الفجر، واعلموا ان مذاكرتكم بالليل والناس نيام عبادة، لان بالعلم ينتصر الاسلام. اننا نريد الطبيب المسلم، ونريد المهندس المسلم، ونريد المحامي المسلم، ونريد المفكر المسلم، ونريد المحاسب المسلم، ونريد المدير المسلم، ونريد المذيع المسلم، ونريد المخرج المسلم، ونريد الجندي المسلم، ونريد البيت المسلم، ونريد الصحفي المسلم. المعركة بيننا وبين عدونا حامية الوطيس، والعلم هو الذي يفصل بين الفريقين. يا ابناء الطلبة، وخصوصا ابناء الثانوية العامة، يا من تقفون على مفترق الطرق، انتم الان في عنق الزجاجة. يا ابناء الثانوية العامة، ضاعفوا الانتاج بالعلم، ضاعفوا الانتاج بالعلم. صلوا لله، رسالتكم الصلاة والكتاب، لأنه يوم الامتحان سيقال لك اقرأ كتابك. علمك هو الذي سيقف بجانبك، طاعتك لله هي التي ستقف بجانبك. يا معاشر الإخوة، والله لو عرفنا الله ما هاننا أحد، لو عرفنا كتاب الله لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. كثرت البنات
وقل الزواج. واحب ان اعرض هذه القضية الخطيرة التي لبستها بنفسي. تردد على هذا المسجد بعض الفتيات التي تخرجن من الجامعات على ايام مختلفة ويسألن هذا السؤال: انها تحب شابا نصرانيا وتريد ان تتزوجه. اسمعوا هذه القضية الخطيرة، اعرضها على حضراتكم بامانة، والله على ما اقول وكيل. اعرضها ليسمعها شيخ الازهر ورجاله. فتيات جامعيات اتينا الى هذا المسجد يسأل، بعضهن طبيبات والاخريات مدرسات من كليات المعلمين وغيرها، انها تحب فلان النصراني وهو على استعداد ان يتزوجها. والسؤال: كيف يتم هذا الزواج وزواج الكافر بالمسلمة حرام؟ فقالت: انه سيشهر اسلامه. قلت: ان شهادة اشهار الاسلام ما دام اسلاما مشروطا بالزواج فانه تزوير في اوراق رسمية. هو سيخرج هذه الشهادة حبرا على الله، وبعد ان ينال نصيبه سألتها: فماذا تصنعين مع اهلك ومع اهله؟ هل اهلك موافقون على هذا؟ قالت: لا. هل اهله يوافقون على اشهار اسلامه؟ قالت: لا. قلت: فماذا تصنعان؟ قالت: سنهاجر الى دولة خارجية. قلت لها: اسمعي، مأساة، نار في الهشيم تحرق، ورجال الاسلام في غفلة يا معاشر السادة. ما الذي يتم بعد هجرتها وهجرته الى كندا او استراليا او امريكا؟ ان الذي سيتم بعد الهجرة كما حدث لفتاة اعرف اباها انه سيعرض عليها النصرانية رغم انفها، فان تبشرت عاش معها، وان ابت تراوحها وارسلها الى اهلها. ان الاسلام لا يقبل من احد اسلاما مشروطا. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يا بنات المسلمين، يا بنات المسلمين، استقيم الله، لا تغتروا بهذه المظاهر الخداعة. ان زواج المسلمة بغير المسلم حرام، وشهادة اشهار الاسلام تزوير، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذه كلمة. الكلمة الثانية: الشباب بحيرة، هواء مختلف، هواء فاسد، هواء متأكد. اذا خرجنا من المسجد صادفتنا الحياة وصدمتنا بواقعها المر. الحوائط عليها صور وافلام خليعة،
امرأة للحب، امرأة للحب، شلة المراهقين، مدرسة المشاغبين، غابة من السيقات، قاع المدينة، ممنوع الحب، يحيى الحب، الحب خطأ، شق الحب، حب الحب وغلب غلب حتى تاهت العقول. اي حب هذا؟ اتسمون العلاقات الجنسية حبا؟ كيف الحب هذا؟ ان الحب هو حب الله، ان الحب هو حب الله. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، واغلقت قلبي عمن سواك، وقمت اناديك يا من ترى خفايا القلوب ويسمع مواك. احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك الحب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مشاكل لا يقوى على حلها الا الاسلام، لا يقوم بحلها الا رسول الله، رسول الله، الا شريعة رسول الله. امنعوا هذه المغريات، امنعوا هذه الفتن، نحن في مأساة. اذا اصيب الاسلام باي مصيبة لا يتحرك احد، فاذا طلق احد الممثلين زوجته اعلنت حالة الطوارئ في البلد. بالامس قالوا ان الممثل فؤاد المهندس يعيش مع طليقته شوكار في مسكن واحد لانه لا يجد مسكنا نظرا لازمة المساكن. استاذ الدين يعيش مع طليقته لازمة المساكن. ما قيمة هذا الخبر؟ وهل المأساة مأساة هذا الممثل؟ هل هذا وحده هو الذي لا يجد مسكنا؟ وهل هذا الذي اذا طلق زوجته قامت الدنيا وازفت الازفة؟ لو مات كبير من علماء المسلمين ما علم بموته احد، ولو اعتدي على حرمة الاسلام لا يجد من يزود عن حياضه بكلمة لله. دعونا من هذه المعاصرات، اصطلحوا مع الله، عيشوا مع الله، كونوا مع الله.